دوز ده عليه كلام. يعني انا نفسي انا لا اعرفه ولا شفته ولا عايز اعرفه. يعني 3 حاجات: لا اعرفه ولا شفته ولا عايز اعرفه. ازاي تبقى باحث رئيسي لشركة جلياد بتجري التجارب الإكلينيكية على المصريين لصالح اعتماد بروتوكول خاص بالشركة، وفي نفس الوقت تبقى مفوض على الدولة في تحديد السعر السوفالدي؟ السعر السوفالدي عارفة اتسعر ازاي؟ طيب سعر السوفالدي اصلا عالميا الدول النامية بتاخد 1% من سعر البيع في امريكا. القرص الواحد في امريكا ب$100، في مصر ب$1. خلاص، في مصر ب$1، الهند ب$1. كل الدول النامية. مش حاجة يعني مش مجهود بذلوه اللجنة لا، ده عملوا مصيبة وكارثة يعاقبوا عليها، ان جابوا لنا سعر خاص في الصيدليات الاهلية. العلبة كانت ب$300 في المراكز الكبدية، افتكاسة جديدة بقى لم تحدث في العالم خالص، وعملوا لنا في الصيدليات ما يعادل كام؟ $2000. يعني ازاي انت رايح تتفاوض لسعر ينزل مصر سواء في مراكز كبديه او غيره زي الهند ما عملت؟ الهند عملت كده، السعر بقى موجود في المراكز الكبديه او سواء في الصيدليات الاهليه ب$300. انت عملت لي افتكاسه حلوه، سعرته في المراكز 300 ماشي وأراضيكم، وسعرتهم ب$2000 العلبه، يعني كانت ب $14,940 في الصيدليات الاهليه. انت هتتحاسب، اقسم بالله هتتحاسب.